ماشي. السلام عليكم. في حلقة النهاردة انا عملت الفيديو ده كام مرة قبل ما احسه هيظبط تيك 2 عشان بقى المرة اللي فاتت عدى 2 هليكوبتر فوقي. anyways هعتبرها ان هي فرصة ان انا اشرح نفسي بطريقة احسن. بس النهاردة انا عايزة اتكلم عن السيلف وورث بتاعنا واحنا بنبقى شايفين ان هو جاي منين، وهل ينفع حد من بره يجي يصغر السيلف وورث بتاعنا ده من غير اذننا ولا لا. في حاجة اسمها كده اصلا ولا لا؟ اللي هو لما حد يجي يكلمنا بطريقه وحشه او يغلط فينا او يقول حاجه علينا احنا عارفين ان هي مش حقيقيه، ازاي ده بيأفكت السيلف وورث بتاعنا؟ هل هو اصلا بيأفكت فعلا ولا لا؟ وحابه ابدا الموضوع ده بمثل يوتيوب فيديو كده، مش عارفه كان مين الراجل، يعني نفسي اديله كريدت، بس هو كان حد بيدي اكزامبل ان لو حد جه في الشارع وقال لك انت شعرك ازرق وانت فيري اوبفيسلي شعرك مش ازرق، مش لازم نتحمق على حاجه زي كده. يعني لو حد قال لنا على حاجه في نفسنا احنا عارفين، يعني we know ourselves well enough ان احنا نبقى عارفين ان الحاجة دي مش فينا، مش محتاجة اصلا تبقى حاجة يعني offensive لينا ان حد يجي يقول لنا على فكرة انت كذا كذا. ماشي. والكونسبت ده عجبني قوي، يعني it really put things into perspective ان احنا لما حد بيجي من بره ويقول يقول علينا على فكرة انت كذا وكذا وكذا، يعني الكلام ببلاش، يعني it does not matter او make a difference في who you actually are. الحاجات اللي بتتقال دي يعني ليه اصلا يبقى ليها معنى؟ ليه اصلا ان حد يقول عليك كلمه وحشه يبقى ليها معنى على who you are؟ يعني ده حاجات بتتقال وحاجات اللي هو في دماغ الناس. وعايزه ادي اكزامبل اكتر عن الموضوع ده. يعني لو احنا هنرسم الفيجوال ده اكن هي مثلا احنا لما بنعمل كده، لما حد بيقول لنا حاجه عننا واحنا بنبقى offended by it، احنا اكننا بنعترف ان احنا السيلف وورث بتاعنا حبه منه بيجي من الناس التانية، وده حاجة problematic قوي to hold. يعني مش هينفع نربط ان احنا القيمة بتاعتنا جاية من الناس اللي حوالينا شايفيننا ازاي، عشان مش حاجة هنعرف، يعني it is not a belief that we can sustain while being happy. عشان الناس بتشوفك ازاي مش شرط خالص يبقى reflection of who you actually are، وانت حد كويس ولا لأ، وانت مبسوط ولا لأ. يعني مش دي الحاجة يعني. فاحنا لازم نبطل نربط السيلف وورث بتاعنا بالناس بتشوفنا ازاي. تمام. بس الفكرة ان احنا لما حد بيغلط فينا واحنا بنقعد ندافع عن نفسنا ونتضايق ونبقى offended، اللي هو حد يقول لنا مثلا، احنا هنعتبر دلوقتي ان احنا في الكيس بتاعت ان حد بيقول لنا يعني بيغلط فينا في حاجات احنا عارفين ان هي مش حقيقية. حد بيقول لنا شعرنا ازرق وهو احنا عارفين ان شعرنا مش ازرق، مش الكيس اوف constructive criticism. يعني احنا لما بندخل بقى في نقاش او ان احنا بندافع عن نفسنا، طبعا انتوا عارفين ايه اللي عدى، هليكوبتر حاجة مقلقة. يعني انا بحاول امسك نفسي من ان انا اقول ان انا نسيت، بس انا نسيت. المهم بصراحة مش فاكرة لو ده اللي انا كنت اقوله، بس انا هقول بقى الحاجة اللي بعدها، ان احنا لو هنرسمها بطريقة مختلفة. اوكي، واحنا دلوقتي يعني في السيلف وورث بتاعنا واحنا بنجيبه منين، واحنا من غير قصدنا اكتشفنا دلوقتي ان احنا عشان احنا لسه بنتضايق لما حد بيغلط فينا او بيقول حاجة علينا احنا عارفين ان هي مش حقيقية او يتكلم علينا وحش او whatever، لسه بنتضايق. لو احنا لسه بنتضايق فده most likely معناه ان احنا شوية من يعني من السيلف وورث بتاعنا احنا رابطينه بالناس شايفانا ازاي. اوكي، which is حاجة problematic. ولو هنرسم لها صورة تانية اكن احنا بنقول ان السيلف وورث بتاعنا دلوقتي حاجة جاية من حاجة خارجية، ماشي، which is we have agreed دلوقتي ان it's problematic. مين زي حيطة معمولة من طوب مثلا، السيلف وورث بتاعنا موجود في الحيطة دي، والحد اللي قدامنا دلوقتي اللي بيشتمنا او بيغلط فينا او بيقول علينا حاجة احنا عارفين ان هي مش حقيقية، كأنه بيرمي حاجة على الحيطة دي بيكسرها. يعني هو لما حد بيغلط فينا احنا بنحس ان احنا under attack، وان هو بيكسر السيلف وورث بتاعنا او السيلف ايدنتيتي اللي احنا عاملينها لنفسنا دي، وان هو كده بيجي علينا ان هو بيكسر حاجة فيزيكلي موجودة خارجية، يعني ممسوكة كده من بره الناس ممكن تلمسها. بس يعني احنا لو بصينا عليها بطريقة مختلفة، ان السيلف وورث بتاعنا ده مش جاي من حاجة ممسوكة الناس تعرف تلمسها اصلا، هي حاجة جواك، وحاجة مش جاية من عالم خارجي ينفع حد اصلا يرمي حاجة عليه، عشان it's not physically there, it's not outside of you.
لو ابتدينا نفتكر ان اللي هو لا هو السيلف وورث بتاعنا مش جاي من ده، هي حاجه اللي هو مهما حد رمى عليك حاجه هي مش هتلمسك اصلا عشان انت السيلف وورث بتاعك مش في حاجه براك. it will really fall into place ان احنا مش لازم كل حاجه الناس تقولها علينا تضايقنا ونحس ان هي بتحطم في كرامتنا. كرامتنا دي مش حاجه بتيجي من يعني مش حاجه الناس ينفع يأفكت. فاحنا لما بندافع عن نفسنا بزي يعني مش قصدي ندافع عن نفسنا ان جنرال، يعني اكيد في ساعات هندافع عن نفسنا، مش بقول كده، بس ان احنا لما بنتحمق وبنحسس اللي قدامنا ان اقتناعه بان السيلف وورث بتاعنا كذا is essential to proving our self worth، احنا كده بنقلل من نفسنا عشان احنا اكننا we are accepting ال world view بتاع ان الحد ده ليه اصلا اي say in السيلف وورث بتاعنا. حد فاهم حاجه؟ يعني انا مش عارفه طبعا شرحت نفسي كويس ولا لا، لكن اتمنى طبعا ان تكونوا فهمتوني. فهسكت هنا عشان ابطل اتكلم وانا ماليش لازمه في الكلام. سلام عليكم.